كنت واقف في الطوارئ من شويه والدنيا فاضيه، سمعت صوت طفله صغيره بتصرخ، فقلت اما اروح اشوف مالها. فلقيت ممرضه بتحاول تهديها وهي بتجهز لها حقنه. الممرضه بصت للطفله بابتسامه جميله جدا وبتقول لها ما تخافيش، دي حقنه سهله، هتحسي بوجع بسيط خالص وبعدها تبقي كويسه. اسلوب الممرضه كان كويس جدا، لكن النتيجه كانت غير متوقعة، لأن البنت فضلت تصرخ بعدها بطريقة غريبة جدا ولا أكنها حامل. وهنا وقفت أفكر هو ليه حصل كده؟ المفروض إن ده كلام يطمنها، بس واضح إنه زود خوفها. وساعتها افتكرت حاجة مهمة جدا، وهي إن المخ البشري ما بيفهمش النفي. يعني إيه بقى المخ البشري ما بيفهمش النفي؟ يعني مثلا لو قلت لك اوعى تفكر في الفيل، إيه اللي أنت فكرت فيه؟ الفيل، صح؟ مع إني قلت لك ما تفكرش. فلما اقول لطفله ما تخافيش، عقلها بيترجم الجمله لحاجه واحده بس، وهي خوف. في خوف. الدوشه دي كلها، يعني الحل كان ايه؟ الحل ببساطه ومن غير تعقيد ان الممرضه بدل ما تقول ما تخافيش، المفروض الممرضه تقول لها اطمني يا بطل، احنا جنبك يا جميل، كل حاجه هتبقى كويسه وهتعدي بسرعه، انت اصلا شجاعه وبطله وما بتحسيش باي حاجه، انت قويه جدا، وبعد شويه هتكوني احسن ونقدر نلعب وننبسط مع بعض. الفرق بسيط بس حرفيا هيغير كل حاجه. وطبعا القاعده دي لازم تحطها في كل خطوات حياتك. الموضوع مش بس حقنه وطفله، دي طريقه تفكير كامله. احنا بنشوف بس اللي عقلنا مبرمج عليه. لو كل اللي شايفينه في حياتنا هو الخوف، مش هنشوف غيره. ولو ركزنا على الحل والهدوء، هتلاقي ان في مسارات كتير واضحه وسهله. لكن لو كل تركيزك على العقبات، مش هتشوف غير مشاكل. اللي هتزرعه في دماغك هو اللي هيكبر. تركز على الخوف هتشوف خوف، ركز على الهدوء هتلاقي الحلول. في الاخر انت اللي هتحدد اي صوت هيعلى جوه دماغك، وانت اللي بتحدد ازاي تشوف مستقبلك. وكل ما تتوكل على الله وتثق في حكمته، تلاقي الطمأنينة تدخل قلبك، لانها جايه من فوق